اهلا يظهر سلوى جت اهي. ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيكم يا جماعه؟ الله يسلمك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا استاذ كمال. انا قابلت الست بتاعتك في الصاله وتعرفنا ببعض. ده انا هشبعكم فسح. تحبوا تتفسحوا فين بقى؟ استنى عليهم بس لما يستريحوا من السفر. هدى بتحب التمثيل وده مش موجود عندنا في بورسعيد. لا تمثيل ايه، انا كنت بفكر في حاجه اهم من كده. من حسن الحظ ان مصر مركز نشاط من كل نوع، وخساره تفوتهم عليكم فرصه زي دي. فرصه ايه؟ انا شخصيا مهتمه في الوقت الحاضر بموضوع تناسخ الارواح. تناسخ الايه؟ الارواح. اسكتي يا هدى هانم، انا عثرت على القيه. في واحد اسمه الدكتور معتوق فاتح عياده في السيده زينب، يعتبر مرجع في المساله دي. سلوى، كمال والست بتاعته تعبانين من السفر ولا عندهمش وقت للكلام الفارغ ده. لا بالعكس، ده موضوع لطيف جدا. ميرسي. يا ريتك كنت معانا النهارده يا عمر وسمعت بودانك نتيجه البحث اللي قام به الدكتور معتوق. بحث ايه كمان؟ بحث خاص بالماضي بتاعي انا ورمزيه. مسكينة رمزية، ما تقدرش تتصور قد ايه عيطت مسكينة لما عرفت ان جوزها مات وهو صغير. هي متجوزة؟ لا لسه بنت. امال جوزها مات وهو صغير ازاي؟ اصل الدكتور معتوق لما بحث في ماضيها اتضح انها كانت زمان نفرتيتي. ما شاء الله. وزي ما بيقولوا في التاريخ كانت متجوزة اخناتون. هي مين؟ رمزية كانت متجوزة اخناتون؟ لا نفرتيتي. مسكينة اخناتون سابها وهي صغيرة، ملحقتش تتهنى بيه يا حسرة. وعلشان كده اشترت الجعارين والخواتم والتماثيل والى اخره يعني. طبعا اصل الدكتور معتوق بيقول ان الواحد لازم يحيط نفسه بالجو اللي كان عايش فيه زمان. شفت بقى يا سي كمال؟ شفت يا سي عمر. ولذلك رمزية اشترت الجعارين والتماثيل علشان تعمل لنفسها أوضة في البيت وتفرشها على النظام الفرعوني. ما اشترتش لنفسها تابوت ليه؟ بعدين مش دلوقتي، وبلاش تريقة من فضلك، أحسن نكتك بقت بايخة اليومين دول ولا لهاش طعم. زي الضفادع تمام اللي بالتقلية. مالها؟ عمرك انت كلت زيها؟ اديك كنت هتاكل صوابعك وراها. معلوم من حلاوتها. ناس كتير بتعتنق نظرية تناسخ الأرواح دي. أنا شخصيا سمعت عن واحد كان فاكر نفسه نابليون، إنما الحكمة اللي شافوه ما قالوش إن عنده تناسخ أرواح، قالوا عليه مجنون.